كل سنه وانتم طيبين، واحنا على مشارف شهر الكريم بنستعد له لاول مره وانت لسه هتبقي ماما صغيره حامل. وحاليا كل اللي بيدور في ذهنك اصوم يا دكتور ولا لا؟ هل الصيام هيأثر عليا وعلى البيبي ولا لا؟ انا دكتور احمد بدر الدين. هنتكلم النهارده عن كل ما يخص الحامل في شهرنا الكريم، وامتى تصومي وامتى تفطري، والاعراض اللي لو حصلت لازم وقتها تفطري. في الحقيقه صيام الحامل في رمضان بيتوقف على حالتها الصحيه اولا واخيرا. يعني لو جينا مثلا اول 3 شهور، البيبي بيكون محتاج فيها كميه كبيره من المعادن والسوائل اللي بتساعد على نموه وتكوينه، بالاضافه لنشاط الام بالغثيان واضطرابات المعده بيبقى عالي في الفتره دي، ساعتها مش هتقدر على الصيام، وهنا بيستحب للحامل انها تفطر. في حالات بقى ممنوع فيها الحامل انها تصوم، زي مثلا لو بتعاني من مرض السكر مع الحامل اللي بيعاني من امراض الكلى المزمنه، الالتهابات البوليه المتكرره، او لو في قصور في وظائف الكبد، ارتفاع ضغط الدم المستمر وتسمم الحمل، هبوط في ضغط الدم، الحامل في توأم، او المعرضين لخطر الولاده المبكره وحالات الاجهاض المتكرر، او لو في قصور في نمو الجنين ونقص السائل حوالين الجنين، كمان حالات القيء المستعصي والمستمر. طيب ايه اللي يخلينا ممكن واحنا صايمين نكسر صيامنا؟ لو انت صايمه وحسيت انك دايخه او مهبطه، او في ارتفاع في ضربات قلبك، او صداع شديد، او اضطرابات في الرؤيه، او انخفاض في حركه الجنين، وخاصه خلال المراحل الاخيره من الحمل. في الاول وفي الاخر صيامك اولا بيتوقف على حالتك، تحاليلك، متابعتك مع الدكتور بتاعك، قدرتك وحالتك الصحيه انك تقدري تصومي ولا لا. لو حالتك تسمح بالصيام فشويه نصايح كده لازم تعرفيها. وقت الفطار تفطري تدريجي على دفعات عباره عن وجبات صغيره، بدل ما تاكلي اكله كبيره مره واحده. نشرب سوائل كتير جدا، يعني 8 ل 10 كوبايات ميه في اليوم. كل البروتينات الحيوانيه اللي هي سهله الهضم، زي اللحوم الحمراء والدجاج والسمك والبيض. زودي من الخضار والفاكهه، وقللي من استهلاك الكربوهيدرات والدهون. طبعا ابعدي عن المخللات والتوابل والقهوه والشاي والمياه الغازيه والحلويات على قد ما تقدري. خليك حريصه انك تاخدي فيتاميناتك ومكملاتك الغذائيه في ميعادها. وفي النهايه ما تنسيش ان ربنا مديكي رخصه وصلاحيه عشان تحافظي على نفسك وجنينك، وان قرار صومك او عدمه هيتوقف على قدرتك وحالتك اثناء فتره الحمل ومتابعتك. كل سنه وانت طيبه، وان شاء الله تقومي بالسلامه، ورمضان الجاي يكون معاكي البيبي الصغير.